خليني أقولك الحقيقة اللي ممكن تزعلك. أنت مو فائد الشغف، أنت مدمن دوبامين. كل مرة تقول بدي أبدأ، بدي أتغير، بدي ألتزم، بعدين فجأة تلاقي حالك على الجوال، فيديو بعده فيديو بعده فيديو، وفجأة راح اليوم ولا عملت شيء. المشكلة مو فيك، المشكلة في النظام اللي عايش فيه. نظام مصمم بخليك تستهلك مو تنتج. خليني أشرح لك. الدوبامين مو بس هرمون سعادة، الدوبامين هو المحرك، هو اللي يعطيك الدفعة الأولى، هو اللي يخليك تقوم، تبدأ، تكمل. بدونه كل شيء ثقيل، حتى أبسط الأشياء. بس في مشكلة، عقلك ذكي بس بنفس الوقت كسول، يدور على أقصر طريق للمتعة، وإنت اليوم عطيت له هذا الطريق بضغطة زر. سوشيال ميديا، يوتيوب، ألعاب، متعة فورية بدون تعب. فشو صار؟ عقلك تعلم إن المتعة سهلة، فأي شيء فيه جهد صار مرفوض. الدراسة ثقيلة، الشغل ممل، الرياضة متعبة. ليش؟ لأنها ما تعطيك دوبامين بسرعة. خليني أسألك سؤال، فكر فيه شوي. كم ساعة تقضيها يومياً على الجوال؟ ساعة؟ 2؟ 5؟ طيب، كم ساعة تقضيها تبني شيء لنفسك؟ تتعلم، تشتغل على هدف. الفرق هون هو الفرق بين حياتين. في طريقتين بس للحصول على الدوبامين، بس طريقتين، إما استهلاك أو إنتاج. الاستهلاك سهل، سريع، جاهز، تفتح وتاخذ. الإنتاج مختلف، بدك تعطي، بدك تصبر، بدك تتعب، بس النتيجة أقوى، أعمق وأطول. إذا أدمنت الاستهلاك رح تضل تدور على متعة كل يوم، كل ساعة، وما تشبع. أما إذا أدمنت الإنتاج رح تبدأ تبني وتكبر وتتطور. الشغف ما بيجي فجأة، الشغف نتيجة تكرار، نتيجة تعب، نتيجة التزام. خليني أكون صريح معك أكثر. أنت مو كسول، أنت متشتت، وفي فرق كبير. الكسول ما بده يعمل، أما أنت بدك تعمل، بس كل شوي تنسحب. ليش؟ لأن في شيء أقوى منك قاعد يسحبك، الدوبامين السريع. تخيل معي، شخص عنده خيارين. الأول يشاهد فيديو ممتع الآن، الثاني يشتغل على هدف يمكن يعطيه نتيجة بعد شهر. شو رح يختار؟ واضحة، عقله رح يختار السهل، وهذا طبيعي. بس المشكلة إنك كررت هذا الشيء مرة، مرتين، 10، 100، صار عادة، وصارت حياتك كلها مبنية على الهروب مو على التقدم. خليني أقول لك شيء مهم، الراحة الزائدة تدمر الشغف. كل ما سهلت حياتك أكثر، كل ما صار صعب عليك تعمل شيء حقيقي. الشغف يحتاج احتكاك، يحتاج مقاومة، يحتاج تعب. بدونهم ما في شغف. طيب، شو الحل؟ الحل بسيط بس مو سهل. بدك توقف الاستهلاك، مو تخففه بس، توقفه لفترة. جرب هذا التحدي، 3 ساعات، بس 3 ساعات، بدون جوال، بدون موسيقى، بدون أي إلهاء، بس أنت وأفكارك. بالبداية رح تحس بالملل، ملل مزعج، يمكن توتر، يمكن ضيق، بس كمل، لا تهرب. بعد فترة رح يصير شيء غريب، عقلك رح يبدأ يدور أي شيء، فكرة، مهمة، شيء مؤجل. هون يبدأ التحول، هون ترجع السيطرة إلك. بعدها ابدأ، مو مهم شو، اقرأ صفحة، اكتب فكرة، رتب غرفتك، تمرن 10 دقايق. المهم تتحرك، لأنه كل مرة تنتج فيها أنت تعيد برمجة عقلك، كل مرة تقاوم فيها أنت تقوى. بالبداية صعب أكيد،
بس بعد فترة رح تلاحظ شيء. الأشياء اللي كانت ثقيلة صارت أخف، والأشياء اللي كانت ممتعة صارت مملة. ليش؟ لأن تغيرت المصدر من استهلاك لإنتاج. وهون يبدأ الشغف، مو فجأة، بهدوء، بالتدريج، مثل نار صغيرة تكبر مع الوقت. جرب أشياء كثير، لا تقول هذا مو إلي. جرب، يمكن أول شيء ما يعجبك ولا الثاني، بس في شيء رح يعلق معك، رح تحس فيه، وهذا يكفي. كمل عليه، حتى لو ببطء، حتى لو بدون نتائج. استمر، لأنه الاستمرار هو اللي بصنع الفرق. اسمع هاي الجملة منيح: الشغف مو شعور، الشغف نظام. نظام تبنيه كل يوم، قرار بعد قرار، اختيار بعد اختيار. تقطع السهل وتختار الصعب، مرة ومرتين، لحد ما يصير الصعب طبيعي. إذا لسه ناطر الشغف رح يضل وهم، بس إذا قررت تبنيه رح يصير واقع. وبعد كل هذا في سؤال واحد بس بدي تسأله لنفسك، مو بكرة، هلأ. إذا ما تغيرت اليوم، شو رح يكون شكل حياتك بعد سنة؟ نفس الروتين؟ نفس الملل؟ نفس الشعور إنك قاعد تضيع؟ أو حياة بنيتها أنت بيدك بقراراتك؟ الفرق بين الحياتين مو موهبة، مو حظ، مو وقت، قرار واحد اليوم. وأنا عارف إنك هلأ ممكن تحس بشيء، نوع من الثقل، نوع من الخوف، وهذا طبيعي، لأنه كل تغيير حقيقي بيجي مع خوف. بس في فرق بين خوفين: خوف الشخص اللي ما بده يتغير، وخوف الشخص اللي على وشك يتغير. والفرق؟ الأول يهرب، التاني يبدأ. أنت هلأ من أي نوع؟ وهلأ إذا وصلت لهون، وقف لحظة. مو لأني قلتلك، وقف لأنك تستاهل تسمع صوتك أنت، مو صوت الجوال، مو صوت الإشعارات، صوتك أنت اللي كان عارف من زمان شو بدك، بس كان مكتوم تحت الضوضاء، تحت الإلهاء، تحت كل فيديو فتحته وإنت مو جايع. الشغف مو ضايع منك، هو لسه هناك، بس محتاج صمت، محتاج مساحة، محتاج إنك تختار مرة واحدة بس إنك تبدأ. اكتب في التعليقات شو الشيء اللي رح تبدأ فيه اليوم، مش لأني بدي أشوف، لأنك أنت بدك تسمع نفسك تقول الجواب. هذا كان ديب دايف 27، مو محتوى، هذا أنت يا صديقي. دمت بخير.